ولا بد من حفظه، لأنكم بدون حفظ الجدول ما تقدر تجاوب. وعندي مبني للمعلوم، تمام؟ وعندي مبني للمجهول. هذا الجدول وهذا الجدول مقابله. اللي يريده من عندنا بتمارين، يا تمارين نعيدها مره ثانيه بالكتاب النشاط 122 124 126 142 تمرينين. هذه طريقتين الاسئله الوزاريه، واكو طرق اخرى طبعا، بس هذه العامه الشائعه. انه يعطيني جمله ويقول لي change into passive، حول غير للمبني للمجهول. عندنا هذه الصيغه موجوده ب 122. هذا التمرين اللي هو جي صفحه، العفو هذا 122، وعندي جي 142 فوق. مو تمرين اف، الاف لا العفو الاف هو الاف المطلوب، الجي غير شكل. الاف المطلوب، تمام؟ اللي جوا الاف لو جي؟ جوا جي. الجي، اذا الجي، تمام. هاي الصيغه هي صيغه ثابته change into passive. فلذلك اختارينا لكم جملتين من ال 122، واختارينا جملتين من ال 142 جي، تمام؟ فخلينا نشوف. somebody left أو left these books in the classroom. شخص ما ترك هذه الكتب في الصف. هاي جملة مبني للمعلوم، نحولها إلى جملة مبني للمجهول بصيغة change into passive، غير للمبني للمجهول. ايش قلنا وش تعلمنا؟ تعلمنا نشخص الجملة من يا صيغة بيا صيغة هي، حتى ناخذ المقابلها صيغة مبني للمجهول. هسه مباوة الجملة هذه، هل بيها مثلا هات؟ زين. بيها واو؟ زين. بيها was were؟ زين. بيها is am are فعل بي ing حتى نقول مضارع مستمر؟ اوكي زين. بيها فاعل زائد فعل بي اس او مجرد اللي هو البريزنت سمبل ماكو مضارع؟ مضارع؟ somebody left؟ لا، left اصلا هو شنو؟ left هو ماضي ليف. اوكي؟ اذا هي الصيغه بالماضي بالباست سمبل، فاعل زائد فعل بايدي او شار. الفاعل منه؟ somebody، الفعل left هو شار. اذا شخصناه هو ماضي بسيط past simple. اذا حتى اغير المبني للمجهول استخدم هاي القاعده اللي هي مفعول به زائد was او were زائد past participle زائد تكمله. المفعول به وين اذا اتفقنا؟ بعد الفعل مباشره. بعد الفعل خلي ببالك المفعول به، طبعا كل الجمل هي ايراد مفعول به بالبدايه، تمام؟ طبعا هذا تجاوز من عندنا نقول مفعول به، مفعول به بالجمله الانجليزيه هو فاعل، بس احنا مفعول به للجمله السؤال من نحوله سميناه مفعول به حتى لا تؤخذ علينا الحكايه. اذا كلها تبدي بمفعول به. المفعول به بجمله السؤال وين القاه؟ بعد الفعل مباشره. يعني هنا somebody left these books، هذا الفعل، اذا اللي بعده هو المفعول به. مثلا somebody teach history، history هو المفعول به لان جاي بعد الفعل teach، اذا المفعول به بعد الفعل. هسه المفعول به منو؟ these books، اكتب these books، these books، تمام. these books بالماضي تاخذ was لو were؟ جمع were، تمام، نكتبها. اوكي. الباست بارتيسيبل شنو الصيغه الثالثه للفعل؟ هي للفعل، اقول الصيغه الثالثه للفعل. الفعل منو؟ left. الصيغه الثالثه مال left نفسها left، leave left هذا التصريف ماله left. التكمله خلي ببالك بعد من؟ بعد المفعول به في جمله السؤال. هذا المفعول به اللي اخذناه، اللي بعده هو التكمله. دائما اكتب هاي التكمله اللي اريدها هي بعد من؟ بعد المفعول به في جمله السؤال. هسه المفعول به هذا اللي بعده in the classroom، اكتب in the classroom. تمام هذا؟ واضح؟ نقدر نحل الثانيه. somebody teach history every day. انا اعطيتكم قاعده ذيك المحاضره او المحاضره اللي قبل المحاضره السابقه.
إذا ألقى every month, every year, every day, every night أو each day كل يوم each month, each year، هذا من أشوفها بالجملة أخص أو أشخص إنه الجملة في حالة البريزنت سمبل، في حالة شنو؟ مضارع بسيط. من شفت every day إذا الجملة بها حالة مضارع بسيط اللي هي الحالة الأولى، تمام؟ إذا نشخصها هي هاي. بعدين عندي أوضح القضية من أقول teaches فاعل زائد فعل بأس، ما دام الفاعل هو somebody يعني نقول هي أو شيء مثلا فياخذ اس الفعل teaches، هم عرفت من خلال الفعل عرفت جملة present simple. إذا شلون شخصتها؟ من خلال every day أو من خلال الفعل بأس عرفتها هي present simple. شحولها إلى مفعول به زائد is أمر زائد past participle. المفعول به وين يلقاه قلنا؟ في جملة السؤال وين يلقاه؟ بعد الفعل مباشرة، بس خلي ببالك على الجاي. بعد الفعل teach، إذا الهيستوري هو الفاعل المفعول به history. الهيستوري تاريخ is لو are جمع لو مفرد أكيد is، التاريخ is. الباست بارتيسيبل صيغة الثالثة للفعل teach. دير بالكم من teach تصريف الفعل teach الماضي ماله taught TAUGHT، انتبه له. والباست بارتيسيبل اللي اريده نفس الماضي هم taught. اوكي؟ اذا اكتب taught. صيغة الثالثة للفعل teach هو taught. التكملة بقت عندي التكملة، ايش قلنا التكملة؟ تأتي بعد المفعول به وين؟ في جملة السؤال. المفعول به من هو؟ كان عندنا من المفعول به؟ history. إذا اللي ورا اللي هو every day، تمام؟ every day. هذه جمل 2 من جي صفحة 142 على يا صيغة تحول من مبني للمعلوم اللي هو هذا بالأسود إلى مبني للمجهول. ناخذ نفس الصيغة بس بتمرين صفحة 122 اللي هو التمرين دي. Somebody stole my wallet last week. Somebody شخص ما سرق محفظتي الأسبوع الماضي. بين دلالة ماضي، هذا التكملة مالت الزمن هو لو yesterday، لو last week last month، لو ago، لو تاريخ. عرفة ماضي عرفته من خلال شنو؟ last week. بعدين هو somebody stole هو شنو؟ ماضي اللي steal، ماضي شاب. إذا الماضي، إذا ما دام ماضي شحوله إلى هاي الصيغة was were. المفعول به وين ألقى المفعول به؟ بعد الفعل. الفعل من هو؟ أوكي، إذا ماي والت محفظتي هو المفعول به. الماي والت محفظة وحدة تاخذ was لو was أكيد. محفظة تاخذ was مفرد. زين. الباست بارتيسيبل الصيغة الثالثة للفعل ستول. شنو هو؟ ستولين. وهذا التكملة وين هي؟ اللي بعد المفعول به ما يولد اللي هو last week. انتهت. سهلة هاي الصيغة. اوكي، الجملة الثانية في نفس التمرين صفحة 122. Somebody will pay the bill tomorrow. هذا من يا صيغة شخصة. السؤال ده يقول لي غير للمبني للمجهول change into passive. أشخص الجملة من يا ولا من يا صيغة؟ أطاوع بها هاد مثلا؟ بها somebody will pay؟ ما بها. بها has have، بها is أمر فعل، بها was were فعل؟ لا. هل هي فاعل زائد فعل به؟ لا بها was. بها was. إذا هي صيغة المستقبل. الفيوتشر سمبل هذه هم الواو، الصيغة الأخيرة. بعدين عندي tomorrow. شوف التومورو هي دلالة مستقبل. شوف شلون شخصتها من خلال tomorrow، من خلال الواو. إذا حتى غيرها المبني المجهول شو تصير بابا هنا؟
هاي الصيغة مفعول به زائد will زائد be ثابتة. هاي ثابتة، ترى عندنا ثوابت. البن هنا ثابتة، البن ثابتة، البينج ثابتة، البينج ثابتة، ذول ثوابت. تمام؟ فإذا مفعول به، المفعول به هو نجدر بعد الفعل. الفعل من هو؟ فاعل زائد will زائد فعل مجرد pay. بعد الفعل هو المفعول به اللي أريده بعد الفعل. إذا the bell هو المفعول به، the bell القائمة. بعد أكمل will وبي ثابتة، هذه الوال وهذه البي ثابتة. بعد الباست بارتيسيبل الصيغة الثالثة للفعل pay. قال لكم من زمان دير بالك من الفعل pay. من أريد الماضي ماله أقلب الواي إلى اي وأضيف فستي مو إيدي. والبي كذلك الباست بارتيسيبل هم paid. إذا الصيغة الثالثة للفعل pay هو paid. كتبنا paid. ايش بقى عندي؟ التكملة. التكملة وين القاها؟ بعد المفعول به في اللي هي شنو سجال؟ tomorrow. تمام بابا؟